الفيلم بيبدأ في جبال شمال البرتغال جوه فيلا بعيدة في نص الليل. الجو هادي وغامض، وهناك بنقابل إيميليا، أم عايشة لوحدها وبتربي ولدين توأم. كانت بتحط دواء غريب في اللبن بتاعهم، بس العيال مبسوطين ومفيش عليهم أي علامة خوف. في نفس الليلة راجل وست غرب اقتحموا الفيلا. الست فضلت قاعدة في العربية بره، والراجل دخل بهدوء، خطف واحد من التوأم وجري بيه ناحية العربية. ولما حاول ياخد التاني، إيميليا لمحته ووقفت له، وخناقة حصلت بينهم. مش باين بالظبط إيه اللي حصل، بس إيميليا أنقذت ابنها وجريت ورا العربية وهي بتصرخ، بس الست ساقت بسرعة وهربت بتوأم تاني. وبعد شوية الست دي سابت الولد المخطوف قدام جراج كأنها ما كانتش ناوية تربيه أصلا. بعدها القصة بتنط بينا بعد 31 سنة لمدينة نيويورك، وهناك بنقابل إدوارد اللي اتربى في بيت رعاية، وطلع هو نفس الولد اللي اتخطف من فيلا إيميليا زمان. دلوقتي كبر وبقى راجل وعايش حياة عادية مع حبيبته رالي اللي بتحبه بجد، بس جواه دايما أمنية واحدة بترضه، إنه يعرف عيلته الحقيقية. قبل كده كان حاول يطلب من بيت الرعاية يساعدوه يدور على أصله، لكنه فشل. وفي عيد ميلاده رايلي جابت له هدية غريبة شوية، تحليل DNA علشان يعرف أصله. كانت عارفة قد إيه الموضوع ده غالي عليه. إدوارد عمل التحليل والنتيجة كانت محتاجة شوية وقت، وتاني يوم النتيجة طلعت في حد تاني في العالم بيشارك نفس دمه، يمكن أخوه. الصدمة خلت الدنيا تلف حواليه، وبص كده ناحية الحمام، حس إن في ظل واقف بيراقبه. حكى لرالي وبعدين بعت للشخص اللي التحاليل طلع متطابق معاه. هو ساعتها عرف الحقيقة إن عنده أخ توأم اسمه مانويل، وأمهم طول عمرها بتقول إن واحد من ولادها اتخطف وهو صغير. يعني مفيش شك إن إدوارد هو اللي اتخطف. مانويل وأمه لسه عايشين في البرتغال في نفس الفيلا اللي شفناها في أول الفيلم. إدوارد قرر يسافر يشوفهم، ورايلي قالت له إنها مش هتسيبه يروح لوحده، وسافروا سوا من نيويورك لجبال شمال البرتغال. المكان كان جميل وهادي، بس في إحساس غريب كده كأن في حاجة مش مريحة. ولما الGPS وقفوا يسألوا راجل وست كبار بيبيعوا خضار على الطريق. أول ما وراهم صورة الفيلا وشهم اتبدل، وقالوا له يسيبوا المكان فورا. اتلخبطوا وما فهموش حاجة، بس كملوا طريقهم لحد ما وصلوا الفيلا. وهناك مانويل استقبلهم بحرارة، وإدوارد اتصدم، لقى نفس الشكل بالظبط، توأم مفيش شك. مانويل حضن وجامد ودعا يدخل، والبيت كان ضخم وفخم مليان لوحات وتحف غالية. إدوارد وقف قدام لوحة لأمه، ورايلي قالت دي كانت جميلة جدا. ومانويل وراهم كمان لوحة قديمة لجدتهم مرسومة بإيد فنان مشهور. واضح إن العيلة دي غنية جدا، وإدوارد حس براحة رغم إنه لسه ما شافش أمه. مانويل قال له إن أمه تعبانة ومش جاهزة تقابل حد دلوقتي. في أول ليلة إدوارد حلم غريب. بص جنبه وهو في السرير، لقى وش أمه وهي صغيرة مكان رايلي، واتخض جدا وصحي، ولقى مانويل واقف بيقول له أمي مستنياك جاهزة علشان تشوفك. ولما شاف إيميليا اتصدم، وشها كله عمليات تجميل مخليها شكلها غريب ومخيف شوية، بس مع كده حضنها وهو متأثر جدا، مش مصدق إنه أخيرا شاف أمه. وهي كمان كانت فرحانة جدا برجوع ابنها الضايع. تاني يوم حكى لرايلي عن اللي حصل، وهي قالت له إن شكل أمه بعد العمليات مرعبة شوية. بعدها رايلي كانت بترسم حيوانات مانويل، فجت إيميليا وقعدت معاها تتكلم. عرفت منها إنها كانت عايشة في أمريكا زمان. ولما رايلي سألتها عن تاريخ الفيلا، إيميليا غيرت الموضوع بسرعة. قبل ما رايلي تمشي، إيميليا قالت لها كلمة غريبة: شفايفك حلوة قوي يا بنتي، بطريقة غريبة ومريبة. الليلة دي رايلي سمعت حاجة مرعبة. إيميليا ومانويل بيتكلموا في أوضتهم عن إنهم عايزين يخلفوا، والصدمة خلت رايلي مش قادرة تستوعب، وحكت لإدوارد اللي سمعته وهو اتوتر بس ما كانش مصدق الكلام. تاني يوم رايلي كانت بتعمل يوجا، وإيميليا بتبص عليها من الشباك بابتسامة غريبة. وفي نفس اليوم إيميليا جمعت المحاميين وأعلنت إنها هتنقل نص ثروتها حوالي 65 مليون يورو لابنها إدوارد، رغم إنه لسه جاي امبارح. إدوارد من غير تفكير مضى على الورقة علشان يرضي أمه. والأغرب من كده، إيميليا قدمت إدوارد للناس على إنه حبيبها الجديد مش ابنها. وبعد ما إدوارد مضى على الورق، إيميليا قالت له بصرامة ما تقولش رايلي حاجة عن الفلوس دي، ولو عايز يرضيها وافق من غير نقاش. في الوقت ده رايلي كانت بتكلم صاحبتها وبتقول لها إن الفيلا دي فيها إحساس غريب. قالت إنها حاسة إن البيت أشبه بمتحف مش مكان عيشة طبيعية. وهي بتتجول لقت صندوق مليان صور عيلة قديمة. الصور كانت غريبة، فيها حاجة مش مريحة خالص. وفي نفس الليلة مانويل خرج للغابة وابتدى يتمتم بأغنية مرعبة كده صوتها يخوف. وفي الوقت ده رايلي حلمت بحلم مرعب. شافت ظل جوه البيت، مشيت وراه، وفجأة الظل مسك ايدها. وفي نفس الحلم شافت إيميليا بتفتح شنطتها وبتقلب في هدومها الشخصية. صحيت مفزوعة ولقت الشنطة فعلا كانت مفتوحة. تاني يوم خرجت تتمشى واتصلت بصاحبتها تاني، وقالت لها العيلة دي في حاجة مش طبيعية وأنا مش ناوية أفضل هنا تاني. صاحبتها نصحتها إنها تصارح إدوارد بكل حاجة. وفي الوقت ده إدوارد كان بيدور على رايلي، فشاف مخزن صغير قريب من الفيلا. الباب فتح لوحده وسمع صوت عيل صغير بيعيط من جوه. دخل بخوف وفضول واتفاجئ براجل مربوط في الحيطة بسلاسل. اتخض وغمض عينيه ثواني، ولما فتح الراجل كان اختفى. جري وقال لمانويل على اللي شافه، بس الغريب إن مانويل قال له بكل هدوء ده
عادي. قال له ان هو كمان بيشوف حاجات ولازم يتعلموا يتحكموا فيها، ولما دي ساعده حط له حاجه في الشاي وقال له اقفل عينيك واهدى. وفجاه عيون مانويل بيضت وادوارد انسحب في عالم غريب كله كوابيس. فتح عينه وشاف رايلي، لكن في ثانيه شكلها اتبدل وبقت مانويل. كانت هلوسه كامله. ادوارد اتخض وابتدى يصرخ، لكن مانويل ضحك وقال له احنا عندنا قوه جوانا ما تخافش منها. رجعوا الفيلا ورايلي قالت له بحزم احنا لازم نمشي قبل ما الدنيا تتقلب علينا. قالت له الناس دي غريبه ومش هتكون عيلتك الحقيقيه ابدا. بس ادوارد اتنرفز وشتمها، فانهارت رايلي من زعل وقالت له لو مش هتمشي معايا انا همشي لوحدي بكره. بس اللي محدش واخد باله منه ان ايميليا كانت سامعه كل كلمه. تاني يوم رايلي كلمت صاحبتها وقالت لها انها بدات تدور ورا الحقيقه ولقت اساطير مرعبه عن ساحرات في البرتغال، لكن ادوارد كان رافض يسمع اي كلمه ضد امه وعيلته. رايلي مش عارفه تعمل ايه، فمشيت ورا احساسها وراحت تدور على ست اسمها فييرا، حاسه انها تعرف السر. فييرا استقبلتها في بيتها ووريتها صور قديمه جدا، وفي الصور راجل شبه ادوارد ومانويل تماما. فييرا قالت لها ان الراجل ده اسمه ارثر جوز ايميليا، والست اللي معاه كانت بنتها. قالت ان بنتها وقعت في حب ارثر، لكنها كانت مصدقه ان ايميليا ساحره وبتحافظ على شبابها بطقوس سحر سودا. بنت فييرا حكت ان ايميليا كانت بتعمل طقوس شيطانيه وبتستغل ولادها في طرق بشعه علشان تولد منهم عيال، وكانت بتسيب الولاد يعيشوا والبنات تتخلص منهم لانهم ملهمش لازمه بالنسبه لها. ومن خلال الدايره المرعبه دي قدرت ايميليا تفضل شابه كانها خالده. فييرا كشفت ان ارثر نفسه اتربى كانه ابن ايميليا واتسحب جوه دوامه السحر بتاعها. وفي يوم هو وبنت فييرا حاولوا يهربوا باولاد ايميليا علشان ينهوا اللعنه، بس ما رجعوش ابدا. وده معناه ان الراجل والست اللي شفناهم في اول الفيلم كانوا ارثر وبنت فييرا، وكانوا بيحاولوا ينقذوا التوأم. رايلي اتصدمت ورجعت الفيلا بالليل وهي مرعوبه، ولما دخلت لقت ادوارد قاعد بيضحك وبيرقص مع ايميليا ومانويل. كان ما فيش اي حاجه غلط. ادوارد ندالها تشاركهم الرقص، بس هي كانت مش مرتاحه خالص للمنظر ورفضت وقالت له نمشي من هنا يا ادوارد، المكان ده مش طبيعي. ايميليا قامت بتصرخ وبتعيط وبتقول هي عايزه تاخد ولادي مني. رايلي خرجت بسرعه من الفيلا، ولما وصلت للعربيه لقت الطريق مقفول. مانويل كان حاطط عربيته قصادها علشان ما تعرفش تمشي، فقررت تاخد ادوارد بنفسها لفييرا علشان يشوف الحقيقه بعينيه. بس لما وصلوا بيت فييرا كان فاضي تماما. دخلت من الشباك تدور على اي دليل ولقت صور وبدات تشرح لادوارد علاقه ابوه بايميليا، لكن هو رفض يصدقها خالص. وهي تعبت وقالت لنفسها انها لازم تمشي لوحدها رغم انها لسه بتتمنى ادوارد يفوق. رالي راحت لمانويل وقالت له يحرك عربيته، وهو رد عليها وقال لها بهدوء اتحركت خلاص. فسابت كل حاجه وراحت تجهز علشان تمشي. قبل ما تمشي رايلي قالت لادوارد هستناك في العربيه. واول ما رايلي خرجت مانويل قال له ان ايميليا عايزه تشوفه فورا. ادوارد دخل لقاها قاعده ومستنيه ومعاها كوبايه شاي، بس الشاي كان مخلوط بالدواء الغريب اللي بتستخدمه. وهو بيشرب ايميليا ابتسمت ابتسامه مرعبه، ابتسامه فيها راحه غريبه كده تخوف. في الوقت ده رايلي فتحت موبايلها وجالها اشعار من شركه تحليل الجيني، والنتيجه كانت صدمه، حاجه مرعبه بجد. التحليل بين ان العيله دي دمها راكب على بعض، يعني في جواز بين قرايب من نفس العيله. رايلي اتخضت وجريت على الجراج علشان تهرب، بس اول ما دخلت لقت جثه فييرا مرميه على الارض. وقبل ما تلحق تعمل اي حاجه مانويل ظهر فجاه. خافت واستخبت في الركن شايله جاروف بايديها، واول ما دخل عليها حاولت تضربه بس هو خطفه منها وكان هيخنقها. وفي لحظه يأس خطفت شاكوش وضربته بيه في رجله، وده اداها فرصه تهرب من باب سر في الحيطه. وفي نفس الوقت ادوارد رجع اوضته بعد ما شاف ايميليا، حاسس انه تعبان ومش شايفه قدامه. وفجاه رالي ظهرت جنبه بتحاول تطمنه، بس في حاجه مش مظبوطه. دي ما كانتش رالي، دي ايميليا ومتنكره باستخدام السحر بتاعها. اما رالي الحقيقيه كانت بتجري جوه الممر السري، ومانويل بيجري وراها بنظره مجنونه في عينيه. الممر وداها المخزن اللي ادوارد شاف فيه الراجل اللي مربوط قبل كده، بس المره دي الراجل كان فعلا موجود، راجل متسلسل العذاب واكل فيه، ووشه بيحكي لوحده انه محبوس في المكان ده من سنين طويله. ده ارثر جوز ايميليا وابنها في نفس الوقت اللي حبسته من زمان، كان لسه عايش بالعافيه وبيترجاها تساعده. رالي رجعت الفيلا بهدوء وشافت مشهد خلى الدم يتجمد في عروقها. ايميليا مع ادوارد كان غايب عن الوعي مسحور بالكامل، وهي مستغله ضعفه بطريقه بشعه. رالي اتصدمت وساعتها بس فهمت مين ايميليا بجد. ست مش انسانه، دي وحش بيستخدم ولاده علشان يفضل شاب. وبعد ما ايميليا خرجت رايلي كانت بتحاول تفوق ادوارد وتسحبه علشان يمشي، بس مانويل كان بيدور عليها زي المجنون. استخبت ورا الباب، ولما قرب منها ضربته على دماغه الشاكوش، ومانويل وقع على الارض. فاستغلت الفرصه وشالت ادوارد ونزلت بيه لتحت، بس ادوارد لسه مش مدرك اللي بيحصل حواليه. وفجاه ايميليا دخلت بتصرخ لما شافت مانويل مرمي على الارض. رالي حاولت تجر ادوارد ناحيه الباب، بس ايميليا ظهرت بسرعه بقوه غير طبيعيه، كانها خدت طاقه شيطانيه. فجاه حضنت جثه مانويل وهي بتعيط، لكن اول
ما شافت رايلي بتحاول تهرب هجمتها بسكينة، ورايلي كانت فاكرة دي نهايتها، لكن فجأة أرثر دخل. أرثر اللي حررته رايلي هجم على إيميلي، وده ادى رايلي فرصة إنها تهرب، وبصعوبة سحبت إدوارد لحد العربية وركبوا ومشوا بأقصى سرعة. أما جوه الفيلا إيميليا كانت بتطلع على أرثر زي المجنونة لحد ما وقع ومات، بس تضحيته كانت السبب في إن رايلي وإدوارد ينجوا بحياتهم. إيميليا كانت منهارة وكانت بتزحف ناحية جثة مانويل وهي بتعيط، وفي آخر مشهد إيميليا ظهر تاني شابة وجميلة شايلة طفل رضيع في حضنها، وبعدها رقصت مع مانويل، واللحظة دي وضحت الحقيقة كلها. الطقوس نجحت وإيميليا استخدمت سحرها على إدوارد واستعادت شبابها وخلفت طفل جديد، ودايرة الرعب هتبدأ من جديد لما الولد ده يكبر، هتعمل فيه زي ما عملت في اللي قبله. بس النهاية بتسيب سؤال غريب، لو السحر نجح إزاي كبرت في السن في الأول؟ يمكن مانويل ما كانش قادر يخلف وده خلاها تضعف وتدور على ابنها تاني، وده كمان يفسر ليه حبست أرثر، كان كبر وما بقاش ينفعها، لكن إدوارد ابنها اللي اتخطف كان هو المفتاح اللي رجع لها شبابها.